الكرة الأفريقية بقت عبارة عن المنتخب المغربي وشوية تفاصيل صغيرة. الكرة المغربية هكر اللعبة الجديد، ومنتخب المغرب تحت 17 عام بيفوز على منتخب مالي في بطولة كأس العالم للناشئين وبيصعد لدور الثمانية. لك أن تتخيل المنتخب اللي كان فقد كل آماله في المجموعات بعد خسارة أول ماتشين، خسر من اليابان 2-0 وبعديها خسر من البرتغال 6-0، عشان يجي في المباراة الأخيرة يلاعب منتخب كاليدونيا الجديدة ويكسب 16-0 ويصعد من المجموعة كأفضل توالد. عشان المنتخب ده في دور ال 32 يلاعب منتخب امريكا ويقدر يفوز على منتخب امريكا بركلات الجزاء ويصعد لدور ال 16، فيقابل النهارده منتخب قوي جدا وهو منتخب المالي اللي عمل مباراه تقيله قوي وكان ند قوي للمنتخب المغربي على مدار المباراه. ولكن بنفاجئ بمواهب المغرب الجديده واللعيبه اللي متاسسه كوره صح تقدر تفوز على المنتخب المالي 3-2 عشان تكتب انجاز جديد للكره المغربيه في بطوله كاس العالم تحت 17 عام ويصعدوا دور الثمانيه عشان يكونوا من الثمانيه. أصدقاء السلام عليكم، وألف مبروك للمنتخب الأقل من 17 سنة والتأهل إلى الربع النهائي على حساب مالي في كأس قطر. نتمنوا الأسود الصغار يجيبوا لنا البطولة إن شاء الله على شلة. وخا كانوا البارح كان ماتش لي زوين صراحة وضيعوا بزاف ديال الفرص ولكن كيمتعونا. نتمنوا من الأبطال ديالنا يزيدوا يجتهدوا إن شاء الله حتى نديو كأس العالم ديال قطر على شلة. أصدقاء بلا ما تخلوا لنا بواحد لايك واشتراك في القناة وخلونا الآراء ديالكم في خانة التعاليق. خرطون ومنا وما غاديش يوصلوا، وكان ملعب مولاي الحسن. شوف ملعب مولاي الحسن كانوا يهضروا عليه يقول لك راه حفره وما غاديش يكمل. تعرفوا النفاق خاصو يبقى شاد فيها، لانه الكذاب خاصو يبقى غير كذاب. سمعوا هنا البارح واش قال في واحد الحصه على هذه الملاعب. سمع لاعب بالذكاء، راك بنيتها انت بالغباء الاصطناعي ماشي الذكاء الاصطناعي. انت درت ترميم فقط للملاعب وتقول انه في 10 اشهر بنينا ملاعب. يا اخي انت سمحوا لي علموا هذا، ما بين انت تستحمر في من؟ تستحمر في الشعب المغربي ولا في الناس؟ حنا اذكياء الحمد لله، رانا نخموا بعقولنا ونعرفوا يعني الملاعب، حتى وان ما كناش مختصين يعني مختصين ولا باطله في هذا الشيء يعني تاع بناء تاع الملاعب وكذا، لكن حنا نعرفوا شويه، رانا نقراو رانا نطلعوا، عندنا مواقع، عندنا انترنت هنا. سمعتوا هنا واش قال؟ هنا قال لك اسيدي هذا غير ترقيع. اروح نفهمك ونقريك بالخوشيبات، لانه انت بغل وانت عايش في واحد الزريبه ديال الاعلام وانتم هما اللي خرجتوا على البلاد. تفرجت لي فوتو هنا جبت لك من جوجل، ياك ما غاديش نعطيك شي حاجه، خرجت لك من جوجل. دخل لجوجل دير بدايه الاشغال ملعب مولاي الحسن من كان حفره وانتم بنفسكم قلتوا راه حفره، ومن تما بنفسكم قلتوا هذا بالذكاء الاصطناعي وما يكملش. هنا بدايه الاشغال ديالو كان حفره، ياك واحد ما عرف غادي. هنا بدات مولاي الحسن ملعب مولاي عبد الله بداو حتى هو محفره، لا من الارض طلعوا من الارض. ملعب الباري طلع من الارض، ملعب الاولمبي طلع من الارض، ملعب طنجه طلع عالمي من الخيال العالمي اللي الصحف ديال اسبانيا دهشت منه. هاد الملاعب كاملين، ولكن انت بقوه الصدمه اللي شفت هاد الملاعب وشفتهم كيفاش تجنزوا تخدموا في ظرف قياسي، بغيتوا زعما وزاد القشع عطاكم في البرلمان سمكها لكم، بغيتوا تقلبوا هذاك الحوار وتبطل تذهب الى ترميم وكذا منا وتاثر. اروح نقريك الا بغيت نقريك ندير انا تحدي، اروح نقريك بلا الملاعب هذو ديما راهو من الارض. بصح نتوما اكبر لانه العالم كامل يشد المغرب بالملاعب لكم اللي ما راضيينش باش تعرفوا بالحقيقه، لان انت ما تعرف انت يا رخيص. اروح نبدا لك من الارض، نروح نبداو لك نبداو انا نديروا انا تحدي، ها ونهضروا كلام الصح. بصح من باغي تفوتها زعما ومنا والتطبيع، وجيت تهضر في التطبيع في السياسه ودخلت في بزاف حوايج في هذاك البرنامج. شاوش اروح نرد عليك. شوف هذا ديال شاوش ابراهيم شاوش كيفاش ما راكش واجد وساكن يديروهم في وهما مساكن هذاك هو حابين. دوك انت واحد يحب يعرضك للعرس، قيس لي موين تاعو. دوك انا يعرضك للعرس قيسو، انا ما نقولش واش يحطك كليت وين بت هذا العرس الليله وفاتت. ولكن انا باش تعيط لي انت في التليفون ولا تبع ولا دير لي فيديو انايا تاع اوتيل 5 ايطوال وما على باليش، ومن بعد ندخل داخل باش نبات القطره لا اليوم انا نقول لك حاجه، احنا نقولوا لا غالب الا الله. ولو كان ماشي ربي حب يكشفهم ما يستضيفوا الملحق، ما تصب الشتاء، ما يلحقونا الفيديوهات، كلش ربي راهو داير وراهي مسطره. تي بونس انت بلي دوكا ربي واحد يخدع الاسلام ويمشي مع اليهود، ياك ينصروا ربي؟ باينه بلي ما ينصرش ربي ينصر عبده كي يمشي مع الحق، صح ولا لا؟ دونك حنايا مازال نزيدو نتفرجوا مهازل ومازال انا قلتها انا ليا
قلتها صافي لونطون. ابراهيم شاوش هذا، ابراهيم شاوش هذا مناجير، كان لعاب كبير ومشى كان لعاب صغير باش كبير، كان لعاب كرة قدم وكان ديجا لعب مع مولودية العاصمة وكان لعب مع الوداد ومشى للمغرب شحال مرة مشى للمغرب. واليوم من راه القناة ديال حفيظ الدراجي وديال وليد صادي وتابع لهذوك العصابة هذو ديال كرة القدم، راه خدام مع هذه العصابة، يعني خاصو يدافع عليهم لانه هو مناجر ديال اللعابة باش يخليوه يخدم ويبيع ويشري في اللعابة. راكم فاهمين؟ انا نحط لكم شي في الطابله. انتوما يا ابراهيم شاوش مع انت مناجير وخدام تبيع وتشري في اللعابه، جاي خصك تهضر في المغرب باش يخليو لك الخوبيزه. اما لو كان تولي ما تهضرش في المغرب وكذا منا وديها في سوق راسك وتدخل سوق راسك وتخدم نورمال، وانت عارف بلا الحق بلا الملاعب تبناو من الارض، وعارف بلا المغرب فور عليك في البنيه التحتيه، وباش ما دير باش تبقى بعيد على هذه الفتنه هذه اللي دخلت فيها. بغيت تدخل راسك في الفتنه بالعاني غير باش سيادك يخليوك والعصابه اللي خدام فيها كره القدم يخليوك تتبيع وتشري في اللعابه وتروج في اللعابه كي بغيت، لانه انت ديجا جاي للمغرب وشايف المغرب وكنت تمشي وتجي مع علاش الشعب العامري ما يخرجش يهضر في المغرب؟ علاش اللعابه الكبار ما يخرجوش يهضروا في المغرب؟ كاع اللعابه ديال الجزائر القدام ما يخرجوش يهضروا في المغرب. بن شيخ علي بن شيخ وديما يتجنب يهرب ويهضر غير بالحق على ولكن انت امين رخيص وخدام بواحد هذيك دي زاد نيوز ديال الرخواص ديال اللي بحالك، العصابه اللي بحالك ديال الاتحاديه، سي نورمال غادي تهضر وخاصك تطيح في المغرب وخاصه ما نمشيوش راهم غيديروا تعراقيل ومنا والتطبيع وهضرت هذا تاع. شوف طلع المستوى ابراهيم شاوش، راك راجل، طلع المستوى. انا شفت الفيديو ديال كاع شفتو ما بغيتش نفوتهم هنايا لانه انت رخيص. انا نفوت الفيديو ديال واحد رخيص، كلش بغيت نفوت الفيديو ديال واحد راجل يهضر ما يدخلش في الفتنه. ولكن انت من رخيص وانت شايف الواقع، وروح سول صاحبك اليوتيوب اللي انت عارفها ابراهيم شاوش، سوله المغرب والبنيه التحتيه والملاعب، روح سوله فوقاش ديما راهو هاد الملاعب. ياك نتوما عارفين بالملاعب ديما راهو محفره وجيو تكذبوا على الشعب في البلاطو، لانه نتوما ماشي رجال. واش فيكم الرجله نقول كلمه الحق. وغادي اشوف والمغرب راه يشهد له العالم. انا البارح دارت مقابله ما بين الكونغو ونيجيريا، الكونغوليين والنيجيريين كاع فرحانين، العالم كامل شاهد لهم. افارقه كاع شافوا الملعب، قال لك بولوز، قال لك طابي ملاعب عالميه، وتجي انت باغي تنقصها باش يرضاو عليك شويه هذوك العصابه اللي راهم شادين الاتحاديه. كونكم رجال يا صاحبي، كونكم غير واحد شوف غادي ماشي بعيد ان شاء الله ممكن تصلح الاوضاع وكل شيء يتصلح، غتوليو دايرين فيها هذوك لي بلاطو وتشوفوا ما غادي نشوفوا واش غتهضروا على المغرب بالخير. نسيب عليك غتهضر على المغرب بالخير لانك صافي غادي تتبع وصافي انت تتبع غير من مواشاتهم راكم تابعينها. بصح لو كنت كنت راجل يا ابراهيم شاوش اللي انت معروف زعما لعاب ومنا وما شاء الله معروف كرة القدم، اقول كلمه الحق، ما تبش الناس، ما طيحش الهضره في البلاطو. والكاف ومختطفه والفيفا، الكاف والفيفا شافوا المغرب خدام على راسو، خدام في الميدان. هما دخلوا المغرب لانه المغرب يخدم، انت ما تخدمش، انت تخدم غير بفمك، انت عطينا غير الفهامات وشافوكم النهار كامل وانتم وتكذبوا على عباد الله. واش انت من تجي تقول لي ملعب عادو ترميم هو ملعب بدا من الحفره وانتم عارفينها في الجزائر كامل، الجزائر عارفه بلي الملعب ديال مولاي الحسن بدا من الارض لانه كل شيء شافوه وكل شيء متبعينه. وتجي انت باش غتضحك على الشعب والشعب عارف بلي الملعب هذاك بدا من الارض، ملعب البارد بدا من الارض، ملعب مولاي عبد الله بدا من الارض. ما تكذبوش، قولوا غير كلام الحق، العالم كامل شايفه. بس انت ما باغيين تقولوا، باغيين تكذبوا باش لعل وعسى يعطوكم ميمي وتمشيو تبيعوا اللعابه وتجروا في اللعابه. هو الصراحه وهذا هو الحقيقه. عدلوا شويه، طلعوا شويه من المستوى ووقفوا شويه كرجال وقولوا كلام الحق. ما تجيوش تبقاو ترميو في الاكاذيب منا ومنا قوش ضروات غير باش يرضاو عليكم في لي. واصلا هما هذوك اللي دايرين والله ما راضي عليك لانه يعرفك بالله انت اصلا راك دير هادشي هذا. يقول لك غدوه يدور فيا اللهم يجمع ويطوي. الملاعب بداو من الارض في العالم كامل عارفها، ويجيو ترميم، واحد يقول لك غيديروا تعرقولات، واحد يقول لك اش دير تعرقولات اخويا، اش دارنا فيك؟ عندك في رجليك راك غادي توصل، ما عندكش في رجليك تقعد تشمش وتاكل التبن. من الاخر اينما نحسموا منكم ما عيقتوا بساليتوا، منافقين من الدرجه الاولى. انسان بنادم في الاولى قال كرتون، الناس بنات الملاعب وقفت الملاعب وخدمت وطلعت المستوى العالي، لا ترميمات ومنا يا هضره كي داير البقر خوات. والله الا كرهتونا
كوارع عايش يركضوا بعض كوارع وتكذبوا على عباد الله وتكذبوا على والشعب عارف. الشعب راه عنده الانترنت. واش ردتوا الشعب ما قاريش الانترنت؟ واش ردتوا نحن ما نشوفوش الانترنت؟ راك في واحد الوقيته في 2025 راه مشاو انت وهذاك اللي معاك ما عرفتش كسميت راك في واحد الوقيته راه كاين الانترنت كاين العلماء الناس كاع تعرف واش واقع في العالم. انتم الناس بدات معاهم من الارض وهما تابعين من العمولي الحسن حاضينه تكمل وتجي تقول لهم لا لا غير ترميمات تحشموش شوف حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقسم لكم بالله إلا بتخرجونا من لأن بنادم راسه مكربع يشوف الحاجة ويكذب عيناني في وجهه. اصدقاء غادي نكونوا هنا وصلنا حتى النهايه ديال الفيديو. الا عجبك المقطع بلا ما تبخل لينا بواحد لايك واشتراك في القناه وشارك المقطع مع الاصدقاء ديالك وخلينا الاراء ديالك في خانه التعليق وحتى نشوفوا ان شاء الله في شي حلقه جديده.